بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في كتير ناس سألتنا ازاي بنعدل الوش او بنقص الصورة بتاعة الوش ونطلعها بالجودة اللي احنا بنعملها دي، وبنفتح الواتساب وناخد الصورة بتاعة المدرس. طبعا بتبقى صورة المدرس جاية بالشكل ده، طبعا البكسلة بتبقى عالية فيها جدا، فزي ما انت شايف كده التفاصيل يعني تكاد تكون ضعيفة جدا، وفي بيبقى اضعف من كده برضو. فهنتعلم ازاي نعلي الكواليتي بتاعتها. اول حاجة بنحمل الصورة، احنا كنت محملها قبل كده. تاني حاجة بناخد الصورة ونقصها على الفوتوشوب. طبعا بنسحبها على الفوتوشوب طبعا ايه على الجهاز برضو. شايف التفاصيل يعني، في برضو الأسنان مش مظبوطة، طبعا في هالات تحت العين. فهنبتدي نعالج كل ده تكة زرار. أول حاجة بنسحب الصورة على الفوتوشوب، وبعد كده بنقص الصورة. تمام، لأن احنا اللي يلزمنا الجزء بتاع الراس والرقبة، غير كده مش محتاجين. على الموقع يعالج كل ده، بس احنا عشان التفاصيل او التركيز يبقى الاب سكيل على الايه، على الاجزاء دي بس. طبعا قصينا الصورة بالوضع ده، وبعد كده بنتكى كنترول اس عشان تطلع معانا بره الصورة ونبتدي نشتغل عليها. فبعد ما عملنا كنترول اس طبعا الصورة طلعت بره ايه بالشكل ده كده. اول حاجة قبل ما تعمل اب سكيل على الموقع ده، قص الصورة الاول. طب ليه؟ لان لما تقص الصورة الاول في موقع اسمه الموقع الصيني، لما تقص الصورة عليه بيبقى الصورة حجمها قليل جدا، فلو انت النت عندك ضعيف فبيقصها بسرعة. يعني بص هنا هو خلص كده بيقصها، فما كانتش حاجة في القص معاه. تمام، فبتبتدي تحمل الصورة. تمام، وبعد كده بتاخد الصورة المقصوصة ديت على الموقع ده، والموقع ده بيحافظ لك عليها كبي ان جي عادي، يعني ما بيحطلهاش خلفية بيضة. بترمي الصورة عليه وبتستنى ثواني طبعا، وبعد ما بيخلص بتاخد الصورة بتاعتك بكواليتي مقبولة جدا. هنا هو عالج الصورة. تعالى كده نشوف التفاصيل اللي في الصورة، نعملها داونلود. طبعا الصورة نزلت. تعالى كده نبص، الأسنان في الصورة الأولى كانت بايظة، ظبطها، والهالات خفها شوية، وظبط المناطق كلها، عالج الصورة. فلو جيت بصيت للصورة القديمة وشوف الفرق في الكواليتي، الحجم بتاع الصورة هو علاه. ده كده قبل، بص الصورة كانت عاملة ازاي، كده بعد، قبل وبعد. فلو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك، ومتنسناش من دعائك، واستودعكم الله.